بسم الله الرحمن الرحيم. بلدة زيزون المحررة من داخل السرية الهجانة التي حررها الجيش الحر، فتم تدميرها بهذا الشكل لكي لا يعود إليها المجرمون ولا يعود إليها البتة. ومعنا أحد القادة الذين شاركوا في عملية تحرير السرية، قائد سرية صقور حوران التابعة لكتيبة العقيد قحطان طباشة. الكريم كما نشاهد هذه السرية التي حررها أبطال الجيش الحر تم تدميرها. حدثنا عن يعني تحرير هذه السرية وتدمير هذا البناء. فضل من الله، الحمد لله. استشهد هون قبل فترة وجيزة، يعني العقيد قحطان طباشة. نعم. وعدد كبير من شهدائنا رحمهم الله، ومنهم الشهيد قاسم الرماح والشهيد بسام جوابرة رحمهم الله جميعا. نعم. وكان هذا يعني الفضل لله ثار عظيم ان بهالسرية كثر ما عذبت اخواننا واهلنا، وحتى اسرى اللي بيمسكوهم، حتى اللي بيمسكوا المدنية كانوا يعذبوهم تعذيب شديد. نعم. فهذا سبحان الله اللي الله جعلنا من جنوده، مثل ما بقولوها، خلينا نحرر هالسرية ونتخلص من السلة القذرة الموجودة بالسرية. حتى وهم ميتين أو فاطسين لقينا قناني العرق وزجاجات الخمر. نعم. اللي كانوا يسكروا فيها. نعم. يعني كما نلاحظ بعد كل عملية تحرير لسرية أو حاجز يتم تدميره وهدمه لكي لا يعود عليه عصابات الأسد. هذا العمل جيد يعني ولله الحمد. يعني التحرير بعد عمليات التحرير يتم هدم هذه الحواجز وهذه السرايا والكتائب لكي لا يعود إليها المجرمون. أخي الكريم كما نلاحظ عمليات التحرير في حوران بأكملها سارية من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها. حدثنا عن معارك التحرير. إن شاء الله قادمون. نعم. حتى ما لا نبقي ولا كلب في هذه البلد. نعم. ولا كلب من خارج هذه البلد، جاي من إيران، جاء من أي كان يكون هذه البلد السوريين وللشعب الذي قارؤوه ودعسوه وذلوه، ولازم يتحرر هذه البلد وراح نحررها إن شاء الله مكان، وما يفكروا في كلب عصي على الجيش الحر. إن شاء الله غير نصلوا مين ما كان يكون يفكر حاله عصي ومحمي وعنده سلاح ومحصن حاله، إن شاء الله بيوم من الأيام غير ندوس على رقبته. نعم. كما نلاحظ أن ثورات الشعوب على مدار التاريخ كلها انتصرت، لا يوجد ثورة شعب انهزمت. تمام. النظام المجرم طال الوقت أم قصر سينتهي وسيموت وسيزول هذا النظام إن شاء الله. ماذا تقول أن النظام المجرم يعني عن الأنفاس المعدودة التي سينتهي منها ونعيش بحرية كاملة بإذن الله؟ وإن شاء الله ما في مثل بيقولوا عندنا بحورة، ما في شجرة طلعت لربها، ما في حدا ما نزل. فرعون نزل. نعم. والأكبر من فرعون نزل ورايح ينزل، هو أصغر من فرعون، هو أصغر بكثير، هو ظالم. نعم. هو كلب وسيء جدا، لأنه احنا الشعب السوري عم بيعذب مين؟ عم بيقاتل مين؟ أفهم يعني يقول لي أنا عم بقاتل عدو. مين العدو؟ احنا العدو؟ احنا الشعب السوري صرنا عدو للجيش. هذا مو جيش سوري، هذا جيش خنازير اسمه جيش كلاب. هذا خونة سوريا وخونة الشعب السوري. حرموا الشعب السوري من هذه المناظر الخلابة ومن الطبيعة الساحرة. نحن الآن أمام سد الوحدة بشكل طولي، أمامنا سد الوحدة، وهذا الوادي وادي زيزون على الطرف الآخر من هذا الوادي. أمامنا أيضا مخفر تابع للأردن، يعني الأردن بيننا وبينها تقريبا فقط الطرف الثاني من الوادي. هذا سد الوحدة وهذه الأراضي السورية على الطرف الثاني الأردن. وأمامنا هنا شلالات زيزون. نابعها من هذا الجانب. طبيعة ساحرة وخلابة في حوران. النظام المجرم لا يريد لهذا الشعب السوري الحر أن يعيش في هذه الأجواء الساحرة الخلابة الطبيعية. شلال نعم. سوري، أنت سوري حر، تطوعت بالجيش الحر لتعيش بحرية وكرامة وعدالة.
الحرية هل سننالها رغم أنف هذا النظام وسنعيش كما كنا على العهدة السابقة؟ إن شاء الله، إن شاء الله غير نعيش ونرجع أفضل من العهدة السابقة، أفضل بكثير، لأنه هاي الأجواء كانوا محوليننا إياها لدم ومقت وحصر وخنق وأسر وذل. هاي كانوا يسقونا إياها كل يوم. هالساعة راح نسقيهم إياها كل يوم إن شاء الله. وكل إنسان بيقول أنا من جيش وعربي سوري كذاب، هذا مو جيش سوري، هذا مو جيش سوري، الجيش السوري اللي بذل شعب سوريا، احنا شعب سوريا، شلون الجيش بيحارب شعب سوريا؟ أنا هاي اللي ما فهمت. هذا اللي بعد ما انشق بالجيش، هذا كلب أحسن منه. نعم. رسالة الجيش السوري للذكور صنفان، منهم ذكر ومنهم رجال، وسنريهم من هم الرجال. للذكور صنفان، منهم ذكر ومنهم رجال، وسنريهم من هم الرجال. نعم. فالذين يقولون إن مستقبل سوريا مجهول، لا ليس مجهولا، إن مستقبلنا واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار، أننا سننال الحرية والعدالة والكرامة، وحريتنا سننالها رغم أنوف المتخاذلين والصامتين بإذن الله سبحانه وتعالى. في سبيل الله نمضي، نبتغي رفع اللواء، فليعد للدين مجده ولترق منا الدماء. الله أكبر.